اميليا، انا عارف انها مش خساره، بس معنى كده ان كل مشاريعنا الجانبيه هتتجمد او تقف. احنا بمجرد ما هنرسم الرسومات النهائيه نقدر نعرض الوحدات للبيع، ونقدر ناخد مقدمات كبيره كمان. لا 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 لا، انا مش ميال للنظام ده بالمره، مش عايز ابيع سمك في ميه. بس ده نظام معمول بيه. معلش، بس مش قبل ما تظهر العماره للوجود. على كل حال انا برضو من رايك احسن اننا نستنى شويه، لاننا بالطريقه دي هنقدر نبيع بسعر اعلى. يبقى نكلف المكاتب الهندسيه بعمل الرسومات. معقول. بس ارجوك يا كريم، في الاول عايزك تشوف لي موقفنا المالي بالظبط. ان شاء الله. دوشناك يا نعمت. لا ابدا. دوشناها في ايه؟ هو كلام في الشغل دوشه؟ ما بتشاركناش الراي ليه حضرتك؟ انتوا الخير والبركه. هو انا هفهم في الحاجات دي زيكم؟ متهيألي نمشي بقى يا استاذ كريم. تمشوا ازاي؟ مش ممكن، ما تتعشوا معانا. لا لا معلش، مش فاضيين، المشروع واخد كل وقتنا. يلا كاميليا. طبعا اذنك يا محمود. دي نص ساعه زمن. اصل بصراحه احنا محتاجين لكل دقيقه. طب براحتكم. نستاذن يا محمود بيه. باي باي يا محمود. مع السلامه. باي باي. مع السلامه. ها، ايه رايك في المشروع ده يا نعمت؟ انت بتقول يا سي محمود لو عملت المشروع ده هتوقف مشاريعك التانية كلها. فعلا. طب واشغالك وحاجاتك التانية هتعطلها. ما انا لسه متردد. طب وتتردد ليه؟ ما في حاجه تانية احسن ومش هتوقف مشاريعك التانية. ايه الحاجه الاحسن؟ الارض يا سي محمود. ارض ايه يا نعمت؟ ال30 فدان يا سي محمود. الصحراء؟ انت لسه فاكره؟ الارض هترسي علينا بسعر رخيص قوي، والارض باقيه. انما العماره زايله هتبنيها وتبيعها وتخلص. انما الارض سنه ورا التانية هتجيب وتجيب وتفضل تجيب. ايوه، بس دي مش شغلتي، وانا مش فاضلها، دي حاجه عايزه غلبه جامده قوي. عليا انا المسؤوله. هزرعها فاكهه وجناين ومحاصيل ليها قيمتها. برضه مصاريفها كتير، عايزه حفر ابار ومكن تعبيد، مصاريف كتير. بعد كل مصاريفها وغلبتها مش هيجي تمنها حاجه جنب تمن العماره. وشوف ناس هتاكل من وراها قد ايه. الزراعه هي المستقبل كله. طب ده انا قريت في الجورنان ان السنه جايه في اليابان اللي معاه خياره هياخد بيها راديو ترانزستور. شوف انت بقى هيبقى عندك كام ترانزستور. صدقني يا سي محمود مش هتندم ابدا. نشتري الارض ومشاريعك التانية تفضل ماشيه، ومفيش داعي ابدا تكربس نفسك في مشروع العماره اللي عايزه مال قارون دي. انا قلبي مش مرتاح لها. طب وانت ضامنه الميه تطلع من الارض؟